السلام عليكم ورحمة الله. أشهر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة الإصابات بالأمن الإقليمي بأسفي اليوم الخميس سلاحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية. وأوضحت مصادر صحفية أن مفتش شرطة اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي لأن الشخص المعني الذي يبلغ من العمر 32 سنة كان في حالة تخدير متقدمة ويحمل سلاحا أبيض، وألحق خسائر مادية ببعض السيارات المتوقفة بالشارع العام، ما جعله يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين وعناصر الشرطة. وأضافت المصادر ذاتها أن دورية الشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، لكنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، ما دفع مفتش الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المعني وحجز سلاحه. وبأمر من النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي قبل إحالته على المحكمة الابتدائية لمحاكمته بالمنسوب إليه. شكرا على متابعتكم.